لكن لسه ما قلتلكمش ليه 30/6 بالخصوص هو اليوم الذي ضربه هؤلاء موعدا ليكون يوم الزينة التي يظنون أنهم سينتصرون فيها. يوم 30/6 ببساطة هو بداية الميزانية الجديدة لجمهورية مصر العربية. هذا التوقيت الذي اختاره هؤلاء توقيت الميزانية الجديدة للبلاد. هل تعرفون أو هل تتذكرون أن الميزانية التي عمل بها الدكتور محمد مرسي على مدار عام من توليه للحكم لم يناقشها ولم يوافق عليها ولم يخط فيها خطا ولا يعرض فيها عرضا؟ هذه الميزانية التي أقرها المجلس العسكري قبل أن يولي الدكتور محمد مرسي أو قبل أن يتولى الدكتور محمد مرسي قيادة البلاد، وهي ميزانية تعجيزية لا يمكن أن يستطيع حاكم أن يقود بها البلاد وأن ينصر بها العباد وأن يحقق بها الإنجازات. لما تفتكروا الشيخ حازم أبو اسماعيل كان عاوز الرئيس يتولى في 30/4، المجلس العسكري قال له لا 30/6. ليه يا شيخ حازم هم مصرين على 30/6؟ قال أنا عارف وهم عارفين. موضوع الميزانية التي سار بها الرئيس المنتخب على مدار عام. تخيلوا أيها السادة عندما يقولون لنا ذلك، تطلع ميزانية المحكمة الدستورية العليا 70 مليون، طالبين في الميزانية الجديدة 70 مليون بزيادة 23 مليون عن العام الماضي. لكم أن تتخيلوا المحكمة الدستورية العليا دي اللي عايزة 70 مليون في السنة، كم واحد بيشتغل فيها؟ بيشتغل فيها 50 موظف و11 قاضي و12 عضو مفوضية عليا. 50 موظف و11 قاضي و12 مفوضية عليا. يعني القاضي راتبه الشهري متوسطه 120,000 جنيه شهريا، يعني 1,240,000 جنيه سنويا. عشان كده اسمها العليا اللي محدش بيقدر يهوب ناحيتها. ويقولوا لي هننزل ضد الدكتور محمد مرسي. قلت لهم انا مش ضد الدكتور محمد مرسي. ازاي اكون ضد الدكتور مرسي والرقاصة مش هقول اسمها فلانة الفلانية ضد الدكتور مرسي؟ ازاي اكون ضد الدكتور مرسي والفنانة فلانة مسجلة آداب ضد الدكتور مرسي؟ ازاي اكون ضد الدكتور مرسي والشاعر الحشاش واقف ضد الدكتور مرسي؟ ازاي اكون ضد الدكتور مرسي ومخرج افلام الدعارة واقف ضد الدكتور مرسي؟ ازاي اقف ضد الدكتور مرسي ومخرجة الافلام الجنسية والاباحية ضد الدكتور مرسي؟ ازاي اقف ضد الدكتور مرسي والسياسي البارع اللي بيقول ان الهرم اقدس من القدس يقف ضد الدكتور مرسي؟ كيف اكون ضد الدكتور مرسي والقاضي اللي بيستولى على اراضي الدولة ضد الدكتور محمد مرسي؟ كيف اقف ضد مرسي واسرائيل تشكر المعارضة على ما تبذله من مهام في داخل البلاد وتقف ضد الدكتور مرسي؟ كيف اقف ضد الدكتور مرسي والمحامية، محامية الشؤون الخدمية في جامعة طنطا اللي عملتها سوزان مبارك قاضية في مصر تقف ضد الدكتور مرسي؟ كيف اقف ضد الدكتور مرسي والاعلامية الرهيبة منسقة حملة جمال مبارك ضد الدكتور محمد مرسي؟ كيف اقف ضد الدكتور مرسي وانا ارى اللي كان بيبوس ايد صفوة الشريف يقف ضد الدكتور محمد مرسي؟ كيف اكون ضد الدكتور مرسي وابو حمالات الذي يستهزئ بشيخي الشيخ الشعراوي يقف ضد الدكتور محمد مرسي؟ كيف اكون ضد الدكتور محمد مرسي وانا شايف واحد من منسقي حملة تمرد بيقول ان الفاشية الدينية بدأت يوم فتح مكة؟ الفاشية الدينية بدأت يوم فتح مكة. يا اللي رايح تنزل ضد الدكتور مرسي انت رايح تنزل مع واحد بيقول ان الفاشية الدينية بدأت يوم فتحت مكة على يد النبي محمد.
ازاي اقف ضد الدكتور مرسي وانا شايف واحد بيقول اللي عايز يقلد النبي يروح جبلية القرود؟ هو ده اللي واقف ضد الدكتور محمد مرسي حفظه الله. ايها الاخوة، رسالتي انتهت اليكم، لكنني اقول لا يجدي الان كلام نفعا، اضرب كي تقطع رأس الافعى. ها هم اعداء الثورة بانوا، فادفع عن مصر اذاهم دفعا. وفلول في كل مؤسسة سقطوا حمقى سفعا. يا مرسي ان وراءك شعبا، فارفع بالحق لواءك رفعا. واقتص من المخلوع بحزم، واصفع اقفية بغاة صفعا. واقطع اذناب نظام طاغ، لا تأخذ فيهم ابدا شفعا. اللهم يا من خلقت بلا أب، وجعلت سليمان يكلم من يأكل الحب، ونصرت موسى على من قال إنه الرب، وأحببت محمدا حبا ليس بعده حب، فرج همومنا فإننا نقول يا رب. السلام.